أهلا بيكم ستة ابتدائي، ومعانا النهاردة تاني درس عندنا في الوحدة التانية بعنوان العوامل المؤثرة في مناخ وطننا العربي. يعني ايه العنوان ده؟ ايه العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي؟ اقول لك يعني الحاجات اللي بتأثر في الجو عندنا في الوطن العربي، وليه مثلا في عندنا اماكن حر وفي اماكن مش حر قوي. طب هي ايه الحاجات دي؟ يعني ايه العوامل المؤثرة دي؟ اقول لك ثلاث حاجات. ايوه، اول حاجة بتأثر في الجو يعني في المناخ الموقع الفلكي. الموقع الفلكي، ايوه، وهنعرف ازاي دلوقتي. تاني حاجة اسمها القرب او البعد عن المسطحات المائية. انت عايش فين في الوطن العربي؟ انت عايش جنب البحار والمحيطات يعني المسطحات المائية، ولا عايش جوه في الصحراء؟ طبعا درجة الحرارة والجو هيختلف. تالت حاجة مظاهر السطح. مظاهر السطح، يعني انت عايش في مناطق مرتفعة ولا عايش في مناطق مش مرتفعة؟ هو ده بيفرق في الجو. ايوه، يبقى العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي كم حاجة؟ اقول له 3 حاجات: الموقع الفلكي وهنعرف ازاي دلوقتي، القرب او البعد عن المسطحات المائية، انت مكانك فين، عايش جنب المية ولا بعيد، وتالت حاجة مظاهر السطح. طب يلا بقى نشوف كده مع بعض ازاي كل واحدة من دول بتأثر في الجو يعني في المناخ. ونبدأ بأول حاجة عندنا وهو الموقع الفلكي. عايزين نعرف ازاي الموقع الفلكي بيأثر في المناخ يعني في الجو. اقول لك، فاكر هو ايه اصلا الموقع الفلكي؟ ايوه، انت قلت لنا قبل كده لما نبقى عاوزين نعرف اي مكان على الخريطة بنبص ونشوف المكان ده موجود بين خط كام وخط كام، يعني بين خطين طول رقمهم كام، وكمان موجود بين دايرتين كام، يعني دايرة تحت ودايرة فوق. كأننا بنحط المكان ده بين خطين ودايرتين، ده اسمه الموقع الفلكي. يعني بعرف المكان ده فين بالظبط على الخريطة، واعرف ارقام خطوط الطول ودوائر العرض. يعني الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طب لما اجي ابص على خريطة الوطن العربي واشوف الخط ده هو رقمه كام، والخط اللي على اخر الوطن العربي ده رقمه كام، هلاقيهم كام؟ اقول لك الخط ده رقمه 60 شرقا وده رقمه 17 غربا. مين اللي حط الارقام دي؟ العلماء. انا وانت ملناش دعوة، احنا جايين نشوف ارقام خطوط الطول. الوطن العربي موجود بين خط كام وخط كام. ماشي، يبقى احنا كده عرفنا ان الوطن العربي بين خط كام وخط كام، بين خط 60 شرقا لخط رقمه 17 غربا. طيب تعال نشوف الدايرة اللي بيبدأ من عندها تحت دي رقمها كام، والدايرة اللي بينتهي عندها فوق دي رقمها كام. قال لك الدايرة اللي تحت دي رقمها 2 جنوبا. ايوه، احنا لقينا رقمها 2 جنوبا. والدايرة اللي فوق دي لقينا رقمها 37.5 شمالا. يبقى كده الوطن العربي موجود بين خطين، الخط اللي على اليمين ده 60 شرقا والخط اللي على الشمال ده 17 غربا. والدايرة اللي تحت رقمها 2 جنوبا والدايرة اللي فوق رقمها 37.5 شمالا. الارقام ديت موجودة على الخرايط. طب هو انا هستفاد ايه من الارقام دي؟ اقول لك بالنسبة لخطوط الطول مش هتفرق معانا قوي، اللي يفرق معانا دوائر العرض. الدايرة اللي تحت اللي رقمها 2 والدايرة اللي فوق اللي رقمها 37. ليه؟ اقول لك لان هنا كده في جنوب الوطن العربي دائرة الاستواء. طب انا هعمل ايه بدائرة الاستواء؟ اقول لك لا، هنعمل دائرة الاستواء دي اكتر حتة حر في العالم. اكتر حتة حر، ايوه. فانت عندك دائرة الاستواء بتعدي في جنوب الوطن العربي، تحديدا في دولة الصومال تحديدا. قال لك بقى كل لما تيجي تنزل تحت علشان تعيش في اي مكان تحت كده في الوطن العربي تلاقي درجة الحرارة بتعلى جدا. ليه؟ لانك بتقرب من دائرة الاستواء، اكتر حتة حر في العالم. يبقى كلما اتجهنا جنوبا في الوطن العربي ترتفع درجة الحرارة. طيب لو انا بقى بسيب دائرة الاستواء وبطلع اعيش في حتت فوق، هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ هتقل درجة الحرارة. يعني كلما اتجهنا شمالا في الوطن العربي تنخفض درجة الحرارة. يبقى الموقع الفلكي هيفرق معانا في درجة الحرارة والمناخ؟ اقول له ايوه طبعا، خاصة دوائر العرض. اشمعنى دوائر العرض؟ اقول له علشان دائرة الاستواء موجودة تحت، والوطن العربي بيبدأ من تحتها كمان من عند رقم 2 جنوبا. فقال لك بقى كل لما تيجي تنزل تحت في الوطن العربي تلاقي درجة الحرارة بتعلى جدا، وكل لما تطلع لفوق درجة الحرارة تقل. علشان كده لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر ارتفاع درجة الحرارة في المناطق الجنوبية للوطن العربي، اشمعنى كل لما ننزل في جنوب الوطن العربي درجة الحرارة تعلى؟ اقول له بسبب
بسبب مرور دائرة الاستواء جنوب الوطن العربي، علشان دائرة الاستواء معدية في جنوب الوطن العربي. يبقى احنا كده عرفنا ان درجة الحرارة في الجنوب بتبقى عالية جدا بسبب مرور دائرة الاستواء في جنوب الوطن العربي، ودائرة الاستواء دي اكتر حتة حر في العالم. طيب الموقع الفلكي ده يعني مكاننا بالظبط على الخريطة بين الأرقام دي عمل إيه؟ قالك لما جينا نبص بقى على المناخ والجو لقينا معظم الوطن العربي الجو فيه حر قوي، ما عدا بس الأجزاء الشمالية الجو فيها معتدل. يبقى أنت كده عندك المناخ في الوطن العربي عبارة عن مناخ إيه ومناخ إيه؟ مناخ حار ومناخ معتدل. المناخ الحر ده موجود في معظم الوطن العربي، يعني في معظم الوطن العربي هتلاقي الجو حر. طب المناخ المعتدل قالك بس موجود في الأجزاء الشمالية. يبقى لما حد يقول لك ما النتائج المترتبة على، يعني ايه اللي حصل لما الموقع الفلكي للوطن العربي، ايه اللي حصل بسبب موقع الوطن العربي الفلكي، اقول له اصبح عندنا مناخين، المناخ الحار والمناخ المعتدل. المناخ الحار موجود فين؟ يعني يسود وينتشر فين؟ اقول له في معظم الوطن العربي. طب المناخ المعتدل يسود يعني موجود وينتشر فين؟ اقول له في الاجزاء الشماليه. يبقى من النتائج المترتبه على الموقع الفلكي للوطن العربي اقول له اصبح المناخ الحار يسود في معظم الوطن العربي، والمناخ المعتدل يسود في الاجزاء الشماليه. يبقى احنا كده عرفنا ان اول حاجه بتاثر في مناخ الوطن العربي الموقع الفلكي. الموقع الفلكي يعني اشوف الوطن العربي بين خطين كام ودايرتين كام. خطوط الطول ما تفرقش معايا، اللي يفرق معايا دوائر العرض. ليه؟ اقول له علشان دائرة الاستواء بتعدي في جنوب الوطن العربي، فكل لما نيجي ننزل تحت يعني في الاجزاء الجنوبية ترتفع درجة الحرارة، وكل لما اطلع لفوق تنخفض درجة الحرارة، لان ببعد عن دائرة الاستواء اللي هي اكتر حتة حر في العالم. فلما يجي لي سؤال ويقول لي بما تفسر ارتفاع درجة الحرارة في المناطق الجنوبية للوطن العربي، اقول له بسبب مرور دائرة الاستواء جنوب الوطن العربي. طب ما النتائج المترتبة على الموقع ده كله يعني الموقع الفلكي؟ اقول له اصبح عندنا مناخين، أصبح المناخ الحار يسود معظم الوطن العربي، والمناخ المعتدل يسود بس في الأجزاء الشمالية. يبقى احنا كده عرفنا أول حاجة عندنا في العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي، يعني العوامل المؤثرة في الجو بتاع الوطن العربي اللي هو الموقع الفلكي. طب تعالى بقى كلمني عن تاني حاجة بتأثر في مناخ الوطن العربي وبتأثر في الجو، وهو القرب أو البعد عن المسطحات المائية. يعني ايه القرب او البعد عن المسطحات المائية؟ اقول لك يعني انت مكانك فين؟ انت عايش قريب من الساحل ولا عايش بعيد عن السواحل، يعني بعيد عن البحار والمحيطات؟ طب هي هتفرق؟ اقول لك ايوه، لو انت عايش بعيد عن البحار والمحيطات يبقى انت عايش في المناطق الداخلية اللي بنقول عليها القارية، عايش جوه القارة نفسها، يعني مثلا عايش في الصحراء. طيب لو انا بقى عايش جنب البحار والمحيطات، يعني عايش على السواحل وفي المناطق القريبة من المسطحات المائية، يبقى انا عايش في منطقة اسمها ايه؟ يبقى انت عايش في المناطق الساحلية. يبقى انا عندي في الوطن العربي ممكن اقسمه لكم منطقة؟ 2 مناطق بعيدة عن المسطحات المائية بنقول عليها المناطق الداخلية القارية، ومناطق قريبة جدا من المسطحات المائية يعني على البحار والمحيطات بنقول عليها المناطق الساحلية. يبقى احنا كده عندنا حاجتين، مناطق اسمها مناطق داخلية قارية ومناطق ساحلية. قال لك بقى تعالى نبص على مناخ كل واحدة من دول، يعني نشوف الجو عامل ايه في المناطق دي وفي المناطق دي. بالنسبة للمناطق الداخلية القارية هنلاقي ان مناخها درجة الحرارة فيها بترتفع صيفا وتنخفض شتاء، يعني ما عندهاش حاجة معتدلة. لا، لو المكان بعيد عن البحار والمحيطات بتلاقي درجة الحرارة مرتفعة في الصيف ومنخفضة في الشتاء، ما عندهاش حاجة اسمها معتدل أبدا. طب بالنسبة للمناطق الساحلية قال لك لا، مناخها معتدل أحسن من المناطق الداخلية شوية. يبقى تاني بالنسبة للمناطق الداخلية القارية والمناطق الساحلية لما نيجي نبص على مناخها يعني الجو بتاعها هنلاقي ان المناطق الداخلية البعيدة عن البحار والمحيطات مناخها درجة الحرارة هنلاقيها بترتفع صيفا وبتنخفض شتاء. اما مناخ المناطق الساحلية الجو فيها اكثر اعتدالا، يعني معتدل عن المناطق الداخلية. طب انا عايز اعرف السبب، اشمعنى المناطق الداخلية القارية دي بترتفع درجة الحرارة فيها في الصيف وبتنخفض في الشتاء، واشمعنى برضو المناطق الساحلية الجو فيها معتدل؟ اقول لك بالنسبة للمناطق الداخلية اللي هي القارية درجة الحرارة بترتفع في الصيف علشان فيه رياح حارة، رياح سخنة، هوا سخن بيجي من حتة اسمها جنوب اسيا. جنوب اسيا يبقى انا عندي درجة الحرارة بترتفع في المناطق الداخلية القارية في الصيف. ليه؟ اقول له بسبب هبوب رياح.
هبوب رياح، حركة الرياح بنقول عليها هبوب. يبقى بسبب هبوب رياح. الرياح دي ايه؟ حارة، جاية منين؟ من جنوب اسيا. بتيجي امتى؟ صيفا. يبقى انت لازم تبقى عارف ان درجة الحرارة بترتفع صيفا في المناطق الداخلية، يعني البعيدة عن البحار والمحيطات، علشان بيجي رياح سخنة، يعني رياح حارة جاية من جنوب اسيا. طيب بتنخفض شتاء ليه؟ اقول له برضه بسبب هبوب رياح، بس المرة دي شديدة البرودة، بتيجي باردة جدا. منين؟ قالك من اسيا واوروبا. من قارة ايه؟ من اسيا واوروبا. بتيجي امتى؟ بتيجي شتاء. يبقى تنخفض درجة الحرارة في المناطق الداخلية، اقول له برضه بسبب هبوب رياح، يعني مجيء رياح شديدة البرودة. منين؟ من اسيا واوروبا شتاء. طب استنى هنا، اشمعنى الرياح اللي بتجيلنا يا اما جايلنا من جنوب اسيا يعني من قاره اسيا، يا جايلنا في الشتاء برضه رياح بارده برضه من اسيا واوروبا؟ اقول لك انت ناسي موقع الوطن العربي فين؟ اقول لك لا مش ناسي. الوطن العربي موجود منه جزء في قاره اسيا وجزء في قاره افريقيا وقريب من قاره اوروبا. يعني الوطن العربي بتاعنا قريب من قاره ايه؟ اوروبا. وبالتالي الرياح اللي بتجيلنا يا بتجيلنا من اسيا يا بتجيلنا من اوروبا. يبقى بسبب موقع الوطن بتاعنا العربي الجغرافي اللي موجود جزء مننا في قارة آسيا وجزء في قارة إفريقيا وإحنا قريبين من قارة أوروبا، فكل الرياح اللي بتجيلنا يا جايلنا من آسيا يا جايلنا من أوروبا. يبقى إحنا كده عرفنا ليه درجة الحرارة بترتفع صيفا وتنخفض شتاء في المناطق الداخلية القارية. أيوة، في الصيف أقول له بسبب هبوب رياح حارة جاية من جنوب آسيا صيفا، وفي الشتاء درجة الحرارة بتنخفض بسبب هبوب رياح شديدة البرودة جايلنا من آسيا وأوروبا شتاء. طب أنت بتقول لي بقى المناطق الساحلية ملهاش دعوة بالكلام ده، مناخها يعني الجو فيها معتدل اكتر من المناطق الداخلية. ليه؟ اقول لك لان المسطحات المائية يعني المية اللي انت عايش جنبها سواء كانت في البحار او المحيطات بتعمل 3 حاجات في الجو. بتلطف درجة الحرارة، يعني بتظبط درجة الحرارة. لو كانت درجة الحرارة عالية بتخلي لك درجة الحرارة معتدلة، حتى في الشتاء بتخلي درجة الحرارة معتدلة مش برد قوي. يبقى لان المسطحات المائية اول حاجة بتعملها تلطف درجة الحرارة. بتعمل ايه كمان؟ قالك بتقلل المدى الحراري اليومي والسنوي. يعني ايه؟ مش فاهم ايه المدى الحراري اليومي والسنوي. اقول لك لو قلت لك ان النهارده درجه الحراره 30، الطبيعي درجه الحراره بالليل تبقى مثلا 25. يعني الفرق بين درجه الحراره في النهار والليل يبقى بسيط. مين اللي بيعمل الحركه دي؟ المسطحات المائيه بتخلي لك درجه الحراره بين النهار والليل بسيطه، علشان مثلا لو لابس صيفي تفضل لابس صيفي ما تحسش بحاجه. حتى كمان الفرق بين درجه حراره الصيف والشتاء ما بيبقاش كبير قوي، عكس المناطق الداخلية. في المناطق الداخلية البعيدة عن المسطحات المائية ممكن بالنهار تلاقي درجة الحرارة 40 وبالليل تلاقيها 5. يعني الفرق بين درجة حرارة الليل والنهار كبيرة جدا، والفرق بين درجة حرارة الصيف والشتاء برضو كبيرة جدا. مين بقى اللي بيخلي درجة الحرارة قريبة من بعضها في النهار وفي الليل وبين الصيف والشتاء؟ اقول لك المسطحات المائية بتقلل المدى الحراري اليومي والسنوي. بتقلل ايه؟ المدى الحراري اليومي والسنوي، يعني بتقلل الفرق بين درجة حرارة النهار والليل، فتيجي تبص تلاقي درجات الحرارة قريبة من بعضها في الليل وفي النهار. ايه كمان؟ قالك بتزود من فرص سقوط الامطار. المسطحات المائية بيجي من يمتها سحب كتير جدا وبينزل امطار والجو بيبقى جميل، ما بيبقاش حر قوي. يبقى انا عندي 3 حاجات المسطحات المائية بتعملهم في المناطق الساحلية: بتلطف لك درجة الحرارة، وتقلل المدى الحراري اليومي والسنوي، وتزيد من فرص سقوط الامطار. يبقى احنا عندنا المسطحات المائية بتعمل كام حاجة؟ 3 حاجات: تلطف درجة الحرارة، وتقلل المدى الحراري اليومي والسنوي، وتزيد من فرص سقوط الأمطار. طب ما تديني مثال كده لمدينة موجودة في المناطق الساحلية، وتديني كمان مثال لمدينة موجودة في المناطق الداخلية القارية. أقول لك في المناطق الساحلية عندنا في مصر مدينة الإسكندرية، الجو فيها معتدل علشان جنب البحر المتوسط. طب مدينة داخلية قارية، أقول لك مدينة الرياض في السعودية. مدينة الرياض ديت مدينة داخلية، درجة الحرارة فيها بترتفع جدا في الصيف، وكمان درجة الحرارة بتنخفض فيها في الشتاء. يبقى احنا كده عرفنا أمثلة للمدن اللي موجودة في المناطق الساحلية زي الإسكندرية، وكمان المدينة اللي موجودة في المناطق الداخلية زي الرياض. طب الجزء ده بقى عاوزك تحفظ لي فيه 4 أسئلة، اكتبهم ورايا. أول سؤال تحفظه: بما تفسر ارتفاع درجة الحرارة صيفا في المناطق الداخلية بين قوسين اللي هي القارية؟ ليه بترتفع درجة الحرارة؟ أقول له بسبب هبوب رياح حارة من جنوب آسيا صيفا.
تاني بسبب هبوب رياح حارة من جنوب آسيا صيفا. طب السؤال التاني اللي لازم تحفظه، بما تفسر انخفاض درجة الحرارة شتاء في المناطق الداخلية القارية. ليه المناطق الداخلية القارية درجة الحرارة فيها بتنخفض في فصل الشتاء؟ اقول له بسبب هبوب رياح شديدة البرودة. منين؟ من آسيا وأوروبا شتاء. بسبب هبوب ايه؟ رياح شديدة البرودة من آسيا وأوروبا شتاء. طب تالت سؤال مطلوب منك تحفظه، بما تفسر المناطق الساحلية أكثر اعتدالا، يعني جوها معتدل، من المناطق الداخلية. أقول له علشان المسطحات المائية بتعمل 3 حاجات. يبقى لأن المسطحات المائية تلطف درجة الحرارة، وتقلل المدى الحراري اليومي والسنوي، وتزيد من فرص سقوط الأمطار. تاني، لأن المسطحات المائية بتعمل كام حاجة؟ 3 حاجات: تلطف درجة الحرارة، وتقلل المدى الحراري اليومي والسنوي، وتزيد من فرص سقوط الأمطار. طب رابع سؤال بقى لازم تكتبه ورايا وتحفظه. افرض جالي سؤال وقال لي بما تفسر مناخ مدينة الإسكندرية أكثر اعتدالا من مدينة الرياض بالسعودية. أقول له لأن مدينة الإسكندرية دي مدينة إيه؟ ساحلية، قريبة من إيه؟ من المسطحات المائية، علشان كده الجو فيها معتدل. أما مدينة الرياض دي مدينة داخلية قارية بعيدة عن تأثير المسطحات المائية. يبقى علشان مدينة الإسكندرية ساحلية قريبة من المسطحات المائية، فالمسطحات المائية بتخلي الجو فيها معتدل. أما مدينة الرياض دي مدينة داخلية بعيدة عن تأثير المسطحات المائية. طيب افرض جاب لي سؤال صح وغلط وقال لي يؤثر الموقع الفلكي والجغرافي على مناخ الوطن العربي. اقول له صح. الموقع الفلكي لما انا وانت اتكلمنا وقلنا احنا عندنا دائرة الاستواء بتعدي في جنوب الوطن العربي، لما جينا نتكلم عن الارقام ايوه ده بيأثر. الموقع الجغرافي ان الوطن العربي موجود جزء منه في اسيا وجزء في افريقيا وقريب من اوروبا، وبالتالي بيتعرض لرياح كلها جاية في الصيف ورياح تانية جاية في الشتاء. يبقى الموقع الفلكي والجغرافي بيأثروا في المناخ ولا مش بيأثروا؟ طبعا بيأثروا. طيب ده بالنسبة للقرب أو البعد عن المسطحات المائية. في حاجة تانية أقول لك بالنسبة للمناطق الساحلية تعرف إنها بتتأثر بحركة مياه البحار والمحيطات، بحركة المية اللي هي التيارات البحرية، يعني الأمواج دي. قال لك التيارات البحرية دي فيها نوعين: في طيارات بنقول عليها التيارات البحرية الدفيئة الهواء بتاعها دافي، وفي طيارات بنقول عليها التيارات البحرية الباردة. طب دي بتعمل ايه وبتأثر في المناطق الساحلية ازاي؟ اقول لك التيارات البحرية الدفيئة دي بتؤدي الى ارتفاع درجة حرارة السواحل اللي بتمر بيها. يعني لو في ساحل تعرض للتيارات البحرية الدفيئة درجة الحرارة بترتفع على السواحل. اما بقى التيارات البحرية الباردة تؤدي الى انخفاض درجة حرارة السواحل التي تمر بها. تاني، يبقى أنا عندي المناطق الساحلية بتتأثر بحركة مياه البحار والمحيطات، وحركة مياه البحار والمحيطات دي بنقول عليها التيارات البحرية. يبقى التيارات البحرية دي عبارة عن حركة مياه إيه وإيه؟ حركة مياه البحار والمحيطات. طب أنت عندك كم نوع من التيارات البحرية؟ أقول له 2: تيارات بحرية دفيئة اللي هي الدافية يعني، وتيارات بحرية الباردة. الدفيئة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السواحل بس اللي بتعدى عليها، يعني التي تمر بها. نفس الكلام في التيارات البحرية الباردة، تؤدي إلى انخفاض درجة حرارة السواحل التي تمر بها. طيب كده احنا عرفنا ان المسطحات المائية بتأثر بشكل كبير جدا على السواحل. طب السؤال هنا، هي ليه مش بتأثر على حتت كبيرة؟ يعني ما بتأثرش على المناطق الداخلية القارية ليه؟ يعني بما تفسر يقل تأثير المسطحات المائية في الوطن العربي، ليه المسطحات المائية دي مش بتأثر على المناطق الداخلية كمان؟ اقول لك بسبب ضيق مساحة المسطحات المائية. المسطحات اللي حوالينا زي البحار، زي البحر الاحمر والبحر المتوسط والخليج العربي، الحاجات دي مساحتها ضيقة، فلما تبقى مساحتها ضيقة الهواء اللي جاي من يمتها مش بيأثر غير بس على المناطق الساحلية. يبقى اول سبب بيخلي تأثير المسطحات المائية عندنا في الوطن العربي قليل، يدوب بس بيأثر على المناطق الساحلية، ضيق مساحة المسطحات المائية. ايه كمان؟ قال لك عدم توغل تأثيرها إلى الداخل. خلينا مثلا قلنا جنب البحر الأحمر وجه مثلا رياح معدية، أول حاجة هتلاقي جبال البحر الأحمر فهتقف قدام الرياح اللي جاية علشان تخش جوه. تاني حاجة قال لك فيه صحاري كتير جدا موجودة في الوطن العربي، وبالتالي المسطحات المائية تأثيرها بيقل جدا جدا في الوطن العربي. يبقى بما تفسر يقل تأثير المسطحات المائية في الوطن العربي، أقول له بسبب ضيق مساحة المسطحات المائية، علشان المسطحات المائية عندنا مش واسعة مش زي المحيطات الكبيرة. ده احنا عندنا بحر أحمر وبحر متوسط العرض بتاعهم مش كبير. كل ما يبقى
مسطح عرضه كبير كل ما يبقى تأثيره على الحتة اللي جنبه أحسن. فاحنا عندنا ضيق مساحة المسطحات المائية. كمان عدم توغل تأثيرها إلى الداخل، ما بتقدرش تدخل إلى الداخل علشان تأثر. ليه؟ أقول له علشان عندك لوجود الصحاري والمرتفعات، علشان عندك صحراء كتير جدا جدا جدا، وعندك مرتفعات قريبة من الساحل زي مثلا جبال البحر الأحمر، بتحوش التأثير اللي جاي من يمة البحر إنه يخش جوه. يبقى أنا عندي السؤال ده لازم تحفظه. بما تفسر يقل تأثير المسطحات المائية في الوطن العربي؟ أقول له بسبب ضيق مساحة المسطحات المائية وعدم توغل تأثيرها إلى الداخل. لوجود إيه؟ أقول له لوجود الصحاري والمرتفعات القريبة طبعا من الساحل مثل جبال البحر الأحمر. طيب كده احنا اتكلمنا عن تاني حاجة عندنا بتأثر في مناخ الوطن العربي، وهي القرب او البعد عن المسطحات المائية. وعرفنا ان احنا عندنا حاجتين: المناطق الداخلية القارية ودي المناطق البعيدة عن المسطحات المائية، والمناطق الساحلية ودي المناطق القريبة من المسطحات المائية. عرفنا ان المناطق دي مناخها درجة الحرارة فيه بترتفع صيفا وبتنخفض شتاء. ليه؟ اقول له بترتفع صيفا بسبب هبوب رياح حارة جاية من جنوب اسيا صيفا، وبتنخفض شتاء بسبب هبوب رياح شديدة البرودة جاية من اسيا واوروبا شتاء. طب بالنسبة للمناطق الساحلية مناخها معتدل. ليه؟ اقول له لان المسطحات المائية بتعمل 3 حاجات: بتلطف درجة الحرارة، وبتقلل المدى الحراري اليومي والسنوي، وبتزيد من فرص سقوط الامطار. وعرفنا كمان ان احنا عندنا تيارات بحرية بتأثر على المناطق الساحلية، وكلمة التيارات البحرية يعني حركة مياه البحار والمحيطات. وعندي نوعين من التيارات: في تيارات دفيئة وفي تيارات باردة. الدافية دي بتؤدي الى ارتفاع درجة حرارة السواحل، الباردة تؤدي الى انخفاض درجة حرارة السواحل. وقلنا ان المسطحات المائية دي تأثيرها قليل في الوطن العربي. ليه؟ لانها ضيقة وما بتقدرش تخش لجوه. يبقى بسبب ضيق مساحة المسطحات المائية وعدم توغل تأثيرها الى الداخل. طب ليه ما بتقدرش تخش جوه تأثيرها، يعني الهواء اللي جاي من يمتها او الحاجات ديت؟ اقول له علشان عندي صحاري وعندي مرتفعات قريبة من الساحل زي جبال البحر الاحمر. طيب بالنسبة لثالث حاجة عندي في العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي: مظاهر السطح. مظاهر السطح، ايوه، يعني الحاجات اللي موجودة قدامنا على سطح الارض. بنلاقي حتت مرتفعة يعني حتت عالية زي الجبال والهضاب، وحتت تانية منخفضة يعني مش عالية. قال لك بقى مظاهر السطح دي بتأثر في المناخ يعني في الجو. ازاي؟ قال لك بتأثر في حاجتين: في درجة الحرارة وكمية المطر. في درجة الحرارة وكمية المطر. هو ايه علاقة ده بمظاهر السطح؟ اقول لك: المناطق المرتفعة زي الجبال والهضاب مثلا، لو حد عايش فوقها بتلاقي درجة الحرارة عنده منخفضة. تنخفض بها درجة الحرارة، أيوة، عن الناس اللي عايشة في الأودية والسهول. واحد عايش في منطقة مستوية مش مرتفعة هتلاقي عنده درجة الحرارة أعلى من اللي عايش فوق المناطق المرتفعة. إزاي الكلام ده؟ قالك لأننا كل ما بنطلع لفوق درجة الحرارة بتقل. درجة حرارة بتقل ازاي؟ قال لك كل ما تطلع 150 متر لفوق درجة الحرارة بتقل درجة واحدة. ازاي واحنا بنقرب من الشمس؟ اقول لك: اشعة الشمس في حد ذاتها مش هي اللي بتسخن الجو، لا، اشعة الشمس بتيجي على سطح الارض فبتسخن سطح الارض، فلما سطح الارض بيسخن الهواء اللي حواليه فبنحس بدرجة الحرارة. يبقى اشعة الشمس في حد ذاتها مش بتسخن الدرجة اللي انت فاكرها. فكل بقى ما انت تسيب سطح الارض وتطلع لفوق يبقى انت بتبعد عن الهواء السخن اللي قريب من سطح الارض. فكل ما تطلع 150 متر لفوق درجة الحرارة تقل درجة، كمان 150 تبقى قلت درجتين، كمان 150 تقل 3 درجات، تفضل كل ما تطلع درجة الحرارة تقل. علشان كده لو جينا بصينا على مثلا جبال لبنان هنلاقي فوق لون ابيض اللي هو تلج فوق الجبل. لان كل ما بتطلع لفوق بتبعد عن سطح الارض اللي جنبه هواء سخن، لان اشعة الشمس سخنت الارض فسخنت الهواء، فهنا بقى الجو سخن عند سطح الارض. اما بقى كل ما تطلع لفوق يبقى انت بتبعد عن الهواء السخن ودرجة الحرارة تقل. علشان كده بنلاقي تلج يعني ثلوج فوق جبل لبنان. يبقى المناطق المرتفعة تنخفض بها درجة الحرارة عن الاودية والسهول. طب افرض سألني سؤال وقال لي: بما تفسر انخفاض درجة الحرارة في المناطق المرتفعة عن الأودية والسهول؟ أقول له: لأنه كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر. فوق مستوى سطح البحر لأن احنا بنقيس أصلا من سطح البحر أي ارتفاعات. يبقى تاني: لأنه كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة. تاني: ليه درجة الحرارة فوق أقل من تحت؟ طبعا انت في عقلك
احنا بنقرب من الشمس. اقول لك لا، الموضوع مش علشان اشعة الشمس بس، اشعة الشمس دي بتسخن الارض، فالارض لما بتسخن بتسخن الهواء اللي حواليها فبنحس بدرجة الحرارة. اما بقى لو انت طلعت فوق منك لاشعة الشمس بس كده درجة الحرارة بتقل اصلا، لدرجة انك هتلاقي تلج فوق الجبال، واي صورة جبال اصلا هتلاقي كده من فوق لونها ابيض، ده تلج. يبقى علشان كده جبال لبنان عليها تلج. يبقى لانه كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة. يبقى احنا كده عرفنا ان المناطق المرتفعة تنخفض بها درجة الحرارة عن الاودية والسهول. ليه؟ لانه كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة. علشان كده بنلاقي تلج يعني سلوج فوق جبل لبنان، وكمان زي مثلا جبل طبقال هتلاقي برضو عليه تلج. ليه؟ علشان انت كل ما تطلع لفوق درجة الحرارة بتقل. طب انت بتقول لي بتأثر كمان مظاهر السطح يعني المرتفعات على كمية المطر. اقول لك اتجاه المرتفعات دي بيأثر في كمية المطر. يعني ايه اتجاه المرتفعات؟ اقول لك مثلا الجبل ده جنب مثلا البحر او المحيط، الناحية اللي يمة البحر دي بيخبط فيها هواء جاي من يمة البحر، الهواء ده جاي معاه بخار مية وسحب، فلما بتيجي تخبط في الجنب اللي يمة البحر دي بينزل عليها مطر كتير. طب الناحية التانية من الجبل يا دوب بينزل عليها حاجة بسيطة أو ما بينزلش خالص. يبقى اتجاه المرتفعات بيأثر في كمية المطر، حيث تسقط الأمطار الغزيرة على منحدرات الجبال. كلمة منحدرات يعني جوانب الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء، وتقل أو تنعدم على الجهات الداخلية. الجهات الداخلية ممكن تقل عليها أو ما تلاقيش خالص. يبقى تاني، مظاهر السطح بتأثر إزاي في المناخ؟ أقول له بتأثر في حاجتين، في درجة الحرارة وكمية المطر. في درجة الحرارة المناطق المرتفعة بتنخفض فيها درجة الحرارة عن الأودية والسهول. ولو جالي سؤال وقال لي ليه، أقول له لأنه كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة. أنا عايزك تحفظ لي السؤال ده كويس جدا، علشان لما يسألك ويقول لك ليه جبل لبنان عليه تلج أو جبل طبقال عليه تلج، أقول له لأنه كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة. طيب أنت بتقول لي إزاي بيأثر على كمية المطر؟ أقول لك اتجاه المرتفعات بتأثر في كمية المطر، فهنلاقي مثلا تسقط الأمطار الغزيرة في الناحية اللي يمت الرياح المحملة ببخار الماء، يعني على منحدرات الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء، وتقل أو تنعدم الأمطار على الجهات الداخلية. الناحية اللي جوه يمة الداخل الأمطار عليها قليلة أو معدومة أصلا مفيش أمطار. يبقى احنا كده خلصنا مظاهر السطح. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الثلاث عوامل المؤثرة في مناخ وطننا العربي. أول حاجة الموقع الفلكي، وعرفنا إن درجة الحرارة بترتفع كل ما اتجهنا جنوبا وبتنخفض كل ما اتجهنا شمالا، وعرفنا لأن دائرة الاستواء بتعدي في جنوب الوطن العربي، وبسبب ده مناخ الوطن العربي كله معظمه أصبح مناخ حار ما عدا بس الأجزاء الشمالية المناخ فيها معتدل. وقلنا نحفظ السؤالين دول. بعد كده اتكلمنا عن القرب أو البعد عن المسطحات المائية، وعرفنا إن احنا عندنا نوعين من المناطق الداخلية اللي هي القارية والمناطق الساحلية، وعرفنا المناخ هنا عامل ايه والمناخ هنا عامل ايه، وقلت لك تحفظ لي الأربع أسئلة دول كويس جدا. ورجعنا تاني عرفنا إن في حاجة اسمها التيارات البحرية، سواء كانت التيارات الدافية أو التيارات الباردة، وقلت لك إن المسطحات المائية دي تأثيرها مش كبير في الوطن العربي. ليه؟ لأن مساحتها ضيقة، يعني بسبب ضيق مساحة المسطحات المائية، وكمان تأثيرها ما بيدخلش لجوه، وعدم توغل تأثيرها إلى الداخل لوجود الصحاري والمرتفعات. جينا اتكلمنا عن ثالث حاجة اللي هي مظاهر السطح، وقلت لك شكل الأرض ومظاهر السطح يعني المرتفعات والمنخفضات بتأثر في حاجتين، في درجة الحرارة وكمية المطر. وعرفنا ان المناطق المرتفعة بتنخفض فيها درجة الحرارة. ليه؟ لأنه كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة. وقلت لك السؤال ده تحفظه. بعد كده اتجاه المرتفعات نفسه بيأثر في كمية المطر، فبنلاقي أمطار غزيرة في الناحية اللي يمت الرياح المحملة ببخار الماء، والناحية التانية تقل أو تنعدم فيها الأمطار أصلا. طب احنا كده عرفنا الثلاث عوامل اللي بيأثروا في جو الوطن العربي، يعني بيأثروا في مناخ الوطن العربي. عايزني اعرف ايه تاني؟ اقول لك عاوزك تعرف مناخ الوطن العربي في الصيف والشتاء. الجو في الوطن العربي بقى بصفة عامة كده في الصيف والشتاء عامل ايه؟ اقول لك تعالى. في الصيف شديد الحرارة، الجو حر جدا وجاف يعني مفيش امطار. طب في الشتاء اقول لك معتدل وكمان فيه امطار يعني ممطر. يبقى تاني، مناخ الوطن العربي في الصيف والشتاء، اقول والله في الصيف شديد الحرارة وجاف يعني مفيش امطار، وفي الشتاء معتدل وممطر الدنيا بتمطر. طب تعال نشوف كده ليه الجو عندنا في الصيف شديد الحرارة. قال لك بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان.
سرطان. اقول لك تعالى، لو احنا جبنا الكرة الارضية، قال لك في فصل الصيف أشعة الشمس بتبقى متركزة على مدار السرطان، ومدار السرطان ده فين؟ ده معدي كده في معظم الدول العربية، فأشعة الشمس بتبقى فوق دماغنا على طول في فصل الصيف، وبالتالي في فصل الصيف بيبقى الجو شديد الحرارة. يبقى ليه الجو عندنا في فصل الصيف في الوطن العربي شديد الحرارة؟ أقول له بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان. طيب أنا عرفت ليه الجو بيبقى حر. طب انت بتقول لي جاف يعني مفيش امطار، اقول لك ايوه، لا تسقط الامطار الا في 4 اماكن: في مرتفعات اليمن، وكمان عسير، ومعظم الصومال، وجنوب موريتانيا. نعم، الدنيا هناك بتمطر في فصل الصيف. دي اسمها امطار موسميه. اسمها امطار ايه؟ موسميه. يبقى في الصيف في الوطن العربي شديد ايه؟ شديد الحراره وجاف. شديد الحراره اقول له بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان. طب جاف؟ ايوه، لا تسقط الامطار الا في 4 اماكن: في مرتفعات اليمن، وعسير، ومعظم الصومال، وجنوب موريتانيا. طب الامطار اللي بتنزل في الصيف دي بنقول عليها امطار موسميه. طيب بالنسبه للشتاء، انت بتقول لي المناخ هناك معتدل. معتدل. ليه؟ بما تفسر؟ قال لك لان في فصل الشتاء اشعه الشمس مش بتبقى عموديه علينا، لا ده بتبقى تحت بعيد عننا خالص، بتبقى على مدار الجدي، ومدار الجدي ده تحت خالص، فالاشعه اللي جايه لنا مش عموديه، فالجو بيبقى معتدل. يبقى بسبب تعامد الشمس على مدار الجدي. يبقى بما تفسر مناخ الوطن العربي في الشتاء معتدل، اقول له بسبب تعامد الشمس على مدار الجدي. قال لك بقى المناخ ده كمان المعتدل ده في المناطق الشماليه والجبليه بيبقى شديد البروده، بيبقى برد قوي قوي قوي. يعني المناطق الشماليه بتاعتنا والجبليه بتبقى شديده البروده. طب انت بتقول لي المطر بينزل عندك في فصل الشتاء في الوطن العربي، اقول لك ايوه، خاصه في المناطق المطله على البحر المتوسط، دي اكتر حته بينزل فيها مطر في فصل الشتاء. يبقى تاني، مناخ الوطن العربي في الصيف والشتاء، اقول له في الصيف شديد الحراره وجاف، في الشتاء معتدل وممطر. طب ليه شديد الحراره في الصيف؟ اقول له بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان. طب جاف يعني لا تسقط الامطار، قال لك الا في 4 اماكن: في مرتفعات اليمن، وعسير، ومعظم الصومال، وجنوب موريتانيا. الامطار اللي بتنزل في الصيف دي بنقول عليها امطار موسميه. طب في الشتاء اقول له الجو هناك معتدل في الوطن العربي. ليه؟ لان اشعه الشمس مش بتبقى على دماغنا، لا ده بتبقى تحت خالص عند مدار الجدي، يعني بسبب تعامد الشمس على مدار الجدي، لدرجة ان المناطق الشمالية والجبلية عندنا بتبقى شديدة البرودة قوي. طب الجو ممطر ولا مش ممطر؟ اقول له ممطر، خاصة في المناطق الموجودة على البحر المتوسط، يعني في المناطق المطلة على البحر المتوسط. كده احنا عرفنا مناخ الوطن العربي في الصيف وايه والشتاء. لازم تعرف ليه في الصيف شديد الحرارة وليه في الشتاء معتدل: بسبب تعامد الشمس هنا على مدار السرطان، وهنا بسبب تعامد الشمس على مدار الجدي. طيب دي كانت المعلومات اللي انا عايزك تعرفها كلها عن المناخ في الوطن العربي. بس قال لك بقى تعرف ان المناخ ده بيأثر على الأنشطة البشرية، يعني على الحاجات اللي البشر بيشتغلوا فيها. ايوه، بيأثر على الزراعة والصناعة والصيد، حتى الرحلات الجوية، كل ده المناخ بيأثر فيه. علشان كده احنا بندرسه. يبقى صح ولا غلط يؤثر المناخ على الأنشطة البشرية؟ اقول له صح. زي ايه؟ اقول له بيأثر على الزراعة والصناعة والصيد والرحلات الجوية. المناخ يخليك تزرع حاجة وما تزرعش حاجة. المناخ بيأثر في الصيد وفي الصناعة، حتى الرحلات الجوية. طب ما تديني مثال من دول وتعرفني ازاي المناخ بيأثر عليها. اقول لك مثلا الرحلات الجوية. تخيل بقى سوء الأحوال الجوية بيؤدي إلى تأجيل أو إلغاء الرحلات الجوية. يعني مثلا لو انت رايح مثلا المطار عشان تسافر، وحصل عاصفة او حصل حاجات كده في الجو، هنا ممكن يقولك احنا هنأجل الرحلة لمدة ساعة او 2 لحد ما العاصفة تعدي، او ممكن تتلغى خالص لو الجو مش مظبوط. يبقى يؤدي سوء الاحوال الجوية الى تأجيل او الغاء الرحلات الجوية. انا عايزك تحفظ الجملة دي. يبقى تاني، يؤثر المناخ على الانشطة البشرية، اقول له ايوه، بيأثر على الزراعة والصناعة والصيد والرحلات الجوية وشغلانات كتير جدا. طب بالنسبة للرحلات الجوية اقول له يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى تأجيل أو إلغاء الرحلات الجوية. والإجابة دي لازم تحفظها علشان لما يجي يقول لي دلل. يؤثر المناخ على الأنشطة البشرية مثل الطيران، أقول له يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى تأجيل أو إلغاء الرحلات الجوية. طب ما العلاقة بين المناخ والرحلات الجوية؟ أقول له برضه يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى تأجيل أو إلغاء الرحلات الجوية. يبقى احنا لازم نعرف إن المناخ بيأثر على الأنشطة البشرية، وأهم حاجة الرحلات الجوية، وتحفظ لي الإجابة دي كويس جدا جدا. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. ما تنساش تتفرج على فيديو الأسئلة على الدرس ده. تحياتي ليكم، مستر عطا زكي شحاتو.